ان ابنك اتأخر في الكلام، او شايفة ان كل الاطفال اللي حواليه الصغيرين في السن بيتكلموا، وبتشوفي طنط تقعد تقولك لا 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 ابنك ده عنده مشكلة، ده اتأخر قوي في الكلام، هو ما بيتكلمش ليه؟ لا يا بنتي شوفي حل وديه لدكتور. ودي تنصحك ودي تنصحك ومية ألف كلام وانتي متوترة ليه ابني ما بيتكلمش. حابة النهاردة أشارككم تجربتي في حاجات ممكن تساعد إن ابنك يتكلم أسرع، وكمان في حاجة مهمة قوي لازم تعرفيها، فبليز كملوا الفيديو ده للآخر، ولو حسيتيه مفيد اعملي له شير عشان أمهات تانية تستفيد منه. اللحظة اللي هتشيلي فيها البيبي بتاعك أول مرة هتبدأ رحلة مختلفة تماما من حياتك. قد ما هي رحلة جميلة ومليانة لحظات قوة وجمال، قد ما هي صعبة شوية وبيصعبها عليكي الآراء المختلفة اللي حواليكي، وإنك دايما عايزة تعملي الصح. عشان كده حبيت أشارككم تجربتي في سلسلة فيديوهات الأمومة وعمايلها، كل حاجة استفدت منها خلال ال3 سنين اللي فاتوا. وفي الآخر بس أهم حاجة عايزة أقولها لك قبل ما نتكلم، خليكي دايما واثقة في فطرتك، لأن انتي أدرى واحدة باللي ابنك أو بنتك محتاجينه. يمكن ده اكتر سؤال بيجيلي، هدير انتي ازاي ما شاء الله خليتي خديجة ان هي تتكلم او تكون جمل او الحاجات دي كلها. فتعالوا اقول لكم ايه اللي انا شخصيا عملته ورأيي كمان الشخصي. اول حاجة انتي محتاجة تعمليها هي انك تعرفي ان يا جماعة الاطفال متفاوتة جدا، واللي بيعمل حاجة بسرعة بيتأخر في حاجة تانية. يعني هي تحسي ان هي نسبة وتناسب. يعني دايما هتلاقي الطفل اللي هو متأخر في الكلام او لسه ما اتكلمش قوي هو طفل حركي بحت، اتحرك اسرع، بيحب يعمل حاجات بايده اكتر، بيمشي اسرع. والطفل اللي بيتكلم بتلاقيه برضو ممكن متأخر في حاجة تانية. يعني انا خديجة اتكلمت، بدأت تقول كلمات اسرع من ان هي تمشي. مشيت انا من وجهة نظري ان هي مشيت متأخر شوية، او مش متأخر او بدري، يعني اتأخرت عن مقارنة بأطفال تانية ان هي مشيت متأخر شوية. طيب طفل تاني هو ابن اخويا نفس سن خديجة بالظبط، هو برضو ما تكلمش في نفس الوقت اللي هي اتكلمت فيه، بس هو ما شاء الله مشي قبلها. وفعلا هو طفل حركي، يعني بيحب يستخدم الحاجات، بيحب ان هو يجري اكتر، يركب عجل. فهو ما شاء الله كان متقدم في الحاجات الحركية، وهي متقدمة اكتر في الحاجات اللي فيها ملاحظة او كلام او كده. طيب يعني ايه؟ يعني ما توتريش نفسك، لان التوتر ده هيأثر عليه اكتر، لان هيخليكي مش بتتعاملي كده بأريحية في الموضوع. وكمان ممكن تاخدي ستيبس اصلا تأذيه وتركز في دماغه ان هو انسان متأخر في الكلام. طيب في بقى شوية ستيبس انا عملتهم، من وجهة نظري شايفة ان انتي ممكن لو عملتيهم يحفزوا الطفل انه يتكلم احسن. اول حاجة ان انا كنت بتكلم مع خديجة طول الوقت. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز. يعني وانا بغير لها، فعشان هي ما تعيطش كنت اقعد اقول لها ايه ده ايه ده بامبرز، بصي دي ايه، دي رجلك، بصي ده كذا، ده ايه ده مش عارفه ايه. فكنت طول الوقت بتكلم معاها وانا شايلاها وبلف في البيت برضو، بصي دي واتر، بصي ده باب، بصي ده كولر ايه، بصي. فكنت طول الوقت ماشيه بسالها. حتى هي دلوقتي بتستخدم نفس الاكسبريشنز بتاعتي اللي انا كنت بستخدمها وهي صغيره، اللي هو طول ما احنا ماشيين تقولي مامي ده كولر ايه، ده زي ما انا كنت بعمل معاها. فما تفتكريش ان هو لسه بيبي بقى ومش فاهم، او ما يبقاش فيه صمت طول الوقت. اتكلمي معاه كتير، اسأليه على الحاجات، خلي عنده كده شغف بالحاجات دي. تاني حاجة واللي دي مهمة جدا جدا زي ما قلتها من شوية، الحافز. مهم قوي ان الطفل يبقى عنده حافز انه يتكلم. يعني دلوقتي انتي حد بيعمل لك كل حاجة وبيجيب لك كل حاجة وانتي قاعدة على السرير، ايه اللي هيخليكي تقومي؟ ما انتي بيجي لك كل حاجة على السرير، ما عندكيش حافز. نفس الموضوع الطفل في الكلام. خد يا حبيبي، اتفضل يا حبيبي، ده اتفضل يا عمري. ده غلط غلط غلط، ممنوع. ما ينفعش يحس ان انتي فاهماه قوي من غير ما يتكلم، لان هو هيتكلم ليه؟ ما خلاص، ما انا بعبر بالاشاره. ما هو ده طفل مش فاهم انه في كلام وفي اشاره، لسه مش فاهم حاجه. هو بيشاور كده الحاجه بتجيله، فمش فاهم ان المفروض يبقى عنده طريقه تانية يعبر بيها. فانا ما بعصبوش، بس ببدا مثلا هو بيشاور لي كده ده اللي انا كنت بعمله. مش فاهمه عايز ايه يا حبيبي؟ تشاوري لي على تو اوبجكتس مثلا، يعني ميه وكتاب مثلا. عايز ايه يا حبيبي؟ عاوز الكتاب، عايز الكتاب، عايز الميه، ميه ميه.
قوليها كذا مره، مش هيقولها طبعا على طول، بس طيب ميه، تفضل ميه. كل مره خلي عنده حافز انه يقولك يعني افهمي انا عايز ايه. فهيبدا مره في مره انا مش فاهمه انت عايز ده ولا ده، انا مش فاهمه ميه ولا كتاب، فهتلاقيه يجي يقولك ميه مره في مره بالطريقه بقى اللي هو هيقول بيها. طريقه كمان ممكن تستخدميها ان انت بقى غير الموتيفيشن، الباشن. يعني ايه الباشن؟ يعني انا حابب قوي اتكلم. فممكن هوريكم حاجه بسيطه قوي، ثواني. تلعبي معاه بحاجات شكلها حلوه ويقول الكلمات، زي طبعا معروف الكولرز، الالوان دي يعني اول حاجه. بس انا هوريكم اول لعبه كنت بلعب مع خديجه بيها وهي 4 شهور، وهي الحيوانات دي ليها كده بتاع خشب بنحطها في مكانها. وانا بحطها مكانها، بصوا انا بنمي عندها ان هي تستخدم ايدها وان هي تحط الحاجه في مكانها. بستخدم كذا مهاره، ما استخدمهاش وانا ساكته. ما اقعدش احطيها هنا، حطيها هنا، حطيها هنا، لا. ده زيبرا، ده جيراف، ده زيبرا، ده جيراف. وفضلي قولي كتير كتير كتير. ممكن تعلقي بس على كلمة او كلمتين في المرة، ما تقوليش غيرهم، عشان المرة الجاية تبعديها شوية وهي تبدأ تقولك ان هي عايزة ده، عشان عندها باشن ان هي عايزة تمسكه، فعايزة تقولك اسمه، فيبدأ عندها باشن تتكلم زيك على الحاجات الجميلة اللي هي شايفاها. حاجة كمان وأخيرة هو التلفزيون. والتلفزيون ده بقى يعني قصة طويلة قوي، ده هنعملها فيديو لوحده. لو انت تستخدمي التلفزيون وهو أكبر شوية، يعني عدى السنتين، هو ما بيتكلمش وهيستخدمي معاه أغاني أو فيديوهات أو الحاجات اللي هو بيتفرج عليها، لازم تربطيها في الحقيقة. يعني كان في فيديو ديجا كانت بتتفرج عليه بيغني عن ان هي تحوش في الحصالة، فكان بيقول we spend it no we save it yes. فبدأت أنا اقفل التي في واحنا قاعدين مع بعض، اقول لها اول جمله وهي تقول لي يس ونو، ونعمل الاكشن او الاكتيفيتي ده مع بعض. فتبداي ان انت تعلميها ان هي مش متلقيه بس، اللي اتفرجت عليه ده هي بتعمله. ودي قصه طويله هنتكلم فيها في فيديو عن التلفزيون وعن وجهه نظري في الموضوع ده. دول كم حاجة ممكن يخلوا للطفل ان هو يتكلم اسرع، ممكن تعمليهم. اهم حاجة من غير بريشر، واوعي ان طول الوقت تبقى علاقتك مع طفلك فيها توتر في اي حاجة او خوف. ما تخليش اللي حواليكي طول الوقت ينصحوكي نصايح سابقة لاوانها اللي هي بتوتر. ويا جماعه ما توتروش الامهات الجداد، لان هم ما عندهمش خبره. وما تقعدوش تقولوا احنا عندنا خبره وبنعرفكم، لا، هي لما تحتاج حاجه هتيجي تسال. عشان ساعات بتبقي فاكره انك بتنصحيها وانتي بتوتريها توتر كبير، ممكن اصلا ياثر على الطفل بالسلب. ف يعني انا حبيت اشارك معاكم كام حاجه بسيطه انا كنت بعملها مع خديجه. يا رب تكون فادتكم، يا رب تكون عجبكم الفيديو ده. وطبعا هروح بقى للحاجة التانية اللي هو سألتوني عليها، وهي ازاي علمتيها الألوان، الحاجات اللي هي بتحتاجها ان شاء الله في المدرسة او في KG1 في الحضانة بتاعتها بالإنجليش. وده هيكون الفيديو اللي جاي، فتابعوا الموضوع ده. ويا رب يكون أول فيديو من الأمومة وعمايلها عجبتكم.